السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. ايه رأيكم في الجمال ده؟ تعالي النهارده نعمله وصفة جميلة جدا، تكلفتها بسيطة خالص، تنفع معاكي عشاء وغدا. يلا نسمو بسم الله ونشوف الطريقة. وحطينا طاسة على البوتاجاز، واحط فيها معلقتين من السمنة، واجيب معلقة توم واحطها. الأكلة دي جميلة جدا يا جماعة بجد، ما شاء الله عليها، وسريعة وما تاخدش معاكي وقت خالص، تكلفتها بسيطة جدا. يا دوبك اخليها صفرة، واجيب عصير طماطم او طماطم مقطعة صغيرة واحطها. بدأت تصفر معانا ما شاء الله. زي ما انتم شايفين، قطعت طماطم صغيرة وحطيتها. واجيب اي حاجة كده وانعم الطماطم بتاعتي، بسيب الطماطم على كده لغاية ما تستوى معانا وتتسبك حلو. زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليها، ريحتها جميلة جدا. طبعا انا حطيت لها معلقة صغيرة من الكمون والفلفل والكزبرة الناشفة. قطعت فلفلاية رومي وحطيتها. زي ما انتم شايفين كده، الطريقة سهلة خالص وجميلة جدا يا جماعة. طبعا انا قالية كنت طبق بطاطس قلياه عشان اطولش الفيديو عليكم، واحطه فيها. واجيب البطاطس واحطها معانا الطماطم على كده اتسبكت ما شاء الله ومظبوطة جدا. حطينا البطاطس بتاعتنا. انا كنت مش محمراها البطاطس قوي، يا دوبك كنت قليها نص قليه كده. كنا انا حضرت البيضتين، اطقشهم واجيب شوكه واربهم حلو، اخلطهم مع بعضهم. احط ذره بسيطه خالص من الملح ما شاء الله. لو عايزة تكتري بيض اكتر من كده كتري براحتك انتي في الكميه. اخد البيض بتاعها على طول على كده واحطه فوق صينيه البطاطس. لو عندك جبن رومي حطي من فوق، بيبقى طعمها جميل جدا. لو في كزبرة خضرة حطي فيه، بتبقى تحفة بجد. يعني الأكلة دي سريعة وجميلة جدا يا جماعة لو جربتيها. زي ما انت شايفين كده ما شاء الله عليها بجد، ريحة وطعم تحفة. طبعا أنا راح أجيب غطا وأغطيها وأسيبها على نار هادية جدا، تستوى من فوق ومن تحت، عشان خاطر البيض ما يتحرقش ولا البطاطس الصينية ما تتحرقش من تحت. وطي البوتاجاز عليها. طبعا البطاطس مستوية، ما راح تاخدش معاكي وقت خالص، بس احنا عايزين نسوي البيض، والبيض ممكن ياخد اقل من دقيقتين. اغطي عليها واسيبها مدة دقيقتين بس، وان شاء الله تستوي معاكي بسرعة. اكلة سريعة وجميلة. وخلاص على كده استوت معانا صينية البطاطس بالبيض. طريقة جميلة جدا وجربيها، ما شاء الله عليها، وسريعة جدا ما تاخدش معاكي وقت، عشان احنا طبعا ايام الدراسة عايزين الأكلات السريعة اللي ما تاخدش معانا وقت خالص في المطبخ. ما شاء الله عليها، والأطفال بيحبوها جدا جدا. ورشينا رشة فلفل أسود من فوق. يمكن اللقطة دي ما جاتش عشان ما اطولش الفيديو عليكم. ما شاء الله عليها بجد. طبعا هي على كده استوت يا جماعة. اطفي عليها البوتاجاز واخدها على طول للتقديمات، وبألف هنا وشفا على اللي بياكل منيها. الشكل والطعم بيتكلم على نفسه بجد. اغرف على طول في الطبق واوريكم ان ما شبكش خالص من تحت ولا ما اتحرقش، عشان كنت انا موطيه البوتاجاز. ما شاء الله عليها بجد. لو عايزه تكتري بيض اكتر من كده كتري براحتك انت. لو عايزه تحطي فوقيها جبن رومي، اي نوع جبنه حطي، بس الموجود عندك حطي فيها، بتبقى طعمها جميل. المتوفر عندك حطيه في صينيه البطاطس بالبيض، ان شاء الله تطلع معاكي ناجحه وجميله جدا. يا رب يكون عجبكم الفيديو البسيط الجميل. ولو أول مرة تشوفي قناتي فضلا ليس أمرا، حطي لي لايك واشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. بشكر حبايبي وأصدقائي في القناة اللي بيكتبوا لي تعليقات جميلة، بشكرهم جدا. يا رب يوفقنا كلنا، وأشوفكم في فيديو تاني بإذن الله.